تعمل ايه لو هتتجوز وعايز تدار على مراته؟ النهارده صاحبنا محمود اتجوز على مراته زي ما كل اصحابه عاملين، وعشان يعرف يقابل مراته التانيه قال للاولانيه حبيبتي انا هفتح مشروع مزارع عجول وهحتاج ان اسافر كل شويه للمزرعه، وفضل على الحال ده كل شويه رايح جاي رايح جاي لحد ما مراته قالت له عايزاك تاخدنا احنا والعيال نروح نشوف المزرعه. المهم كلم صحابه وقال لهم انا اتورطت اعمل ايه؟ قالوا له ما تقلقش خد رقم ابو علي هو هيظبط لك الدنيا. اتصل بابو علي قال له ايوه بكلمك من طرف فلان الفلاني، قال له ما تقلقش انت دورك رقم 14، لما يجي دورك هكلمك واديك العنوان وافهمك الدنيا، هتدفع بس 5000 جنيه مصاريف اداريه. قال له مش مهم الفلوس المهم ما تقفش وعد. ظبط الدنيا واداله العنوان والميعاد اللي هيجي فيه. وصل محمود وكان معاه مراته وعياله، وكان في المزرعه واحد اسمه ادريس اول ما شاف محمود قال له ازيك يا باشا؟ الحمد لله العجول خلفت واللبن زي الفل، بس محتاجين منك تجيب لنا علف علشان قرب. وقعدوا واكلوا والعيال شافوا المزرعه وفرحوا بيه وباتوا هناك بالليل. جه ادريس وهو ماسك تعبانين في ايد قال له يا باشا دول اللي انا عرفت امسكهم حوالين الاوضه بتاعتك. مراته شافت المنظر قعدت تسال وقالت له مشيني من هنا دلوقتي حالا، انا مش جاي المكان ده تاني. لا عايز رقم ابو علي يكتب لنا في الكومنتات.